النسر الأهلاوي يفوز على الأسد التنزاني. الأهلي يفوز على سيمبا في الجولة الأولى. هدف أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الرابعة، اللي أنا شايفه كان نجم المباراة مع مروان، بالإضافة إلى أول واحد يشكر على المباراة ديت بجد بجد هو مصطفى شوبير، اللي بأمانة النهارده وهو اللي واقف. الاهلي كان شايل 3-4 تجوان بمنتهى الصراحه والامانه، كور صريحه وجوان صريحه. مصطفى شوبير مطلعها النهارده. مروان واحمد نبيل كوكا عاملين مباراه رائعه نجوم المباراه. لاول مره اكون متفق مع كولر في مواعيد التغييرات اللي عملها. لاول مره تغييرات كولر في التوقيت الصح وباللعيبه الصح، من غير فلسفه ومن غير فزلكه ومن غير اي حاجه. ملناش دعوه باللي نزلوا، يعني اللي نزلوا برضو، لان انا برضو عندي تحفظات على طاهر كتيره جدا حتى هذه اللحظه. ولكن رضا سليم بسم الله ما شاء الله قفشه، ادى اللي عليه وزياده. ولاول مره اتفق برضو مع علي محمد علي هو بيذيع ان الارهاق كان سبب المباراه النهارده. وطبعا الارهاق نتيجه اللعيبه بتاعت الاهلي اللي كلها لعبت في الماتش الودي او البطوله الوديه مع منتخب مصر. لعيبه الاهلي النهارده بجد بجد يعني ايه، عملوا اللي عليهم على قد مجهودهم زي ما بيقولوا كده. 8 لعيبه اساسيين لسه راجعين من المنتخب وكانوا بيلعبوا ويعملوا ماتش زي ده، وكولر يعرف يوظف اللعيبه كويس، باستثناء برضو اللعيبه اللي عليها علامات استفهام النهارده في ادائها. حسين الشحات ما كانش حلو، بيرسي تاو ما كانش حلو. السوليه الشوط الاولاني الحسنه الوحيده كانت الكره بتاعت الباصه بتاعت محمد هاني اللي جه منها اسيست الهدف. لكن الشوط الثاني دوره الدفاعي كان باين قوي، لكن الشوط الاولاني ما كانش حلو، هي الباصه الوحيده اللي عملها لمحمد هاني. لكن الشوط الثاني عمرو السوليه كان موجود الشوط الثاني فعلا اداء كويس. لكن الشوط الاولاني عمرو السوليه ما كانش، مش هو ده عمرو السوليه بصراحه، مش هو ده عمرو السوليه. علامات استفهام على التحكيم النهارده. ضربه جزاء انا شايفها ضربه جزاء في الشوط الاولاني، انا شايفها ضربه جزاء، بعيدا بقى على ان موديست كان حاطط ايده ومش عارف ايه. في شده يا جماعه، في شده ازاي الشده دي ما تحسبش؟ انا ما اعرفش. لسه علامات الاستفهام على التحكيم في افريقيا وفي وجود فار، يعني متخيلين في وجود فار برضه. هو الحكم ده اصلا انا ما اللي شبه بيرسي تاو دوت، مش عارف صاحبه ولا اخوه ولا ايه. المهم ان الاهلي فاز، وكالعاده السهره الرمضانيه الاهلاويه دايما الاهلي بيحب يمسي على جماهيره ويخلي السهره ليله حلوه. مبروك يا اهلاويه، والف الف مبروك، وعقبال ان شاء الله مباراه العوده في القاهره، وسحور سعيد.